بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم حاجة جديدة في الغسالة الفريش الفوق أوتوماتيك اللي قدام حضراتكم دي. النهاردة بإذن الله هنتعلم كلنا مع بعض إزاي نجرب كل مكونات الغسالة الفوق أوتوماتيك بدون كارتة. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الكارتة اللي معانا دي فيها مشكلة. فإحنا قبل ما نغير الكارتة ونركب كارتة جديدة وقبل ما نصين الكارتة لازم نعرف إيه المشكلة أو المتسبب في تلف الكارتة القديمة. فإحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله كل اللي محتاجينه كابل خارجي في نهايته طرفين. طبعا إحنا بنخلع كل السوكيتات المتصلة بالكارتة ما عدا سوكت الليفل وسوكت السويتش، ولو عايزين برضو نخلعهم مفيش أي مشكلة على الإطلاق. ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنفصل كل السوكتات المتصلة بالكارتة ونجيب كابل خارجي في نهايته طرفين زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بنحدد الطرفين 220 اللي داخلين للكارتة، وكنت قلت لحضراتكم في فيديوهات قبل كده ازاي نقدر نحدد المدخل 220. ولكن مدخل 220 اللي متصل بالكارتة هنا السوكت الازرق ده. السوكت الازرق ده فيه طرف اخضر وطرف بني. احنا بناخد طرف من الكابل الخارجي بنوصله على الطرف الاخضر، والطرف التاني بنوصل بيه على جميع الأطراف اللي في السوكيتات اللي قدام حضراتكم دي. في كل مرة بنوصل السلك أو الطرف التاني من الكابل الخارجي للسوكت ده. بيجرب معانا حاجة في الغسالة، مرة هيجرب معانا الموتور يمين وشمال، ومرة هيجرب معانا صمام دخول المية، ومرة هيجرب معانا طلمبة الطرد زي ما حضراتكم شايفين كده. ده سوكت الموتور يمين وشمال بيلف معانا في الاتجاهين، اذا كده الموتور ما فيهوش مشكلة. هنبتدي نختبر قطعة تانية او جزء تاني من الغسالة. طبعا كل سوكت من دول زي ما قلت لحضراتكم متصل بجزء من اجزاء او مكونات الغسالة. وطبعا احنا كنا شرحنا مكونات الغسالة الفوق اوتوماتيك قبل كده، قلنا موتور وشداد وليفل وسويتش باب وطلمبة طرد وصمام مية إذا كان صمام بارد، وإذا كانت الغسالة فيها صمامين، واحد للبارد وواحد للسخن. كل ده بيبقى متصل بسوكيتات اللي بتبقى راكبة في الكارتة من فوق. وكنا نزلنا قبل كده برضو تجربة الغسالة التوشيبا 8 والتوشيبا 10 واليونيفرسال والسامسونج. كل ده فيديوهات احنا نزلناها على القناة، ولكن حبينا النهاردة نشارك معاكم ازاي نجرب الغسالة الفريش الفوق اوتوماتيك. زي ما حضراتكم شايفين كده بكل سهولة. كل اللي محتاجينه كابل خارجي. يا ريت حضراتكم لو أول مرة تتابعوني يا ريت تتفاعلوا مع القناة وتدعمونا بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة إن شاء الله. طبعا احنا بنلجأ للتجربة دي قبل ما نركب الكارت علشان لو في أي مكون تالف ما يضربش معانا الكارتة تاني بعد ما نغيرها أو بعد ما نصينها. فإحنا كده بنأمن نفسينا وبنأمن العميل علشان ما نكلفهوش. بنجرب كل مكونات الغسالة، بنجرب على كل السوكتات ما عدا سوكت الليفل وسوكت السويتش اللي قدام حضراتكم دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.